السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة المشاهد، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قلب الواقع. اليوم معنا شاب من جماعة السويلة، الأخ صلاح. مرحبا بك معنا. بارك الله فيك السي وليدي، شكرا. بارك الله فيك. اليوم معنا الأخ صلاح، غادي نطرحوا عليه مجموعة من الأسئلة، أسئلة التي تهم الشباب. كي تعرفوا الشباب عنده دور كبير في تنمية المنطقة، هو إن شاء الله هو المستقبل ديال هذه المنطقة. غادي نطرحوا عليه مجموعة من الأسئلة. هو شاب، غادي يقول لنا أشنو كاين، غادي يعاود لنا شنو هما التحديات الصعوبات اللي كيعيشوها كشباب، وشنو اللي خلاهم متاخرين لا في سوق الشغل ولا في بزاف المجالات. اش غادي نعرفوا من الاخ صلاح كشاب من شباب السويله. فمرحبا بكم الاخ صلاح، مرحبا بك معنا. بارك الله فيك السي وليدي. شنو هما الصعوبات اخويا صلاح اللي كتعيشوها نتوما كشباب السويله؟ بالنسبه للصعوبات كنعيشوا بزاف ديال الصعوبات السي ماجي في هذه المنطقه هذه بالضبط. اللي اول حاجه اللي نبغي نتكلم عليها اللي هي الوعود اللي كتجيبها اللي تعطيونا هاد الناس وما تنتلاقاوش شي حاجه نهائيا على ارض الواقع. هذا المشكل الاول. المشكل الثاني اللي هو التهميش. المشكل الثالث اللي هما تيوعدونا بالالاف مناصب الشغل. كنسمعوا مناصب الشغل في السويله، في مراكش، منطقه السويله، ولكن ملي تنجيو لارض الواقع حنا كشباب، وانا كنتكلم معكم كشاب مغربي ولد المنطقه، انا براسي تنقلب على الخدمه وتنقلب على هاد مناصب الشغل وما تنتلاقى والو. يعني اشنو كاين؟ يعني هي الكذوب. وقول لي اخويا صالح، بالنسبه للسويله راه تبارك الله عندها كاينين مستثمرين وكاين بروجي تاع ناس، علاش ما كتخدموش مع الناس اللي تيجيو يديروا هنا بروجيات، اللي تيديروا هنايا تيستثمروا فلوسهم هنا في السويله؟ علاش؟ كاينين وزينات، كاينين معامل، كاينين بزاف. شنو هو السبب؟ فعلا استاذ، السبب الرئيسي وغادي نختصر لك الهضره هو خاص يكون باك صح. هذا هو السبب. هذا هو السبب الرئيسي. لكن خصوصا في هذه المنطقه اللي حنا عايشين فيها، منطقه السويله، كاينين الناس تبارك الله اللي كما قلتي دايرين بروجيات واعرين، دايرين مشاريع، كاينين ضيعات فلاحيه اللي هي كبيره اللي يقدر الانسان ياكل منها طريف تاع الخبز كما تنقولوا حنا كشعب. الحمد لله اللي راضين بهذه الحاله اللي قسم الله. ولكن هاد الناس المسؤولين اللي ما تيشوفوش فينا نهائيا واحد الشوفه اللي هي كبيره او صغيره او بسيطه او متوسطه او كما كان. حنا كاينين المشاريع وكاينين بزاف ديال الحوايج، ولكن كما قلت لك الا كنتي ولد فلان راه غادي تخدم، ما كنتيش ولد فلان راه كتبقى تتسنى بحال ايتها انسان ولد الشعب. وكي تشوف هذا المنتخب واللي كتقول هاد الناس المسؤولين اللي كتقول دابا الدور ديالهم الحقيقي، واش كاين شي دور ديالهم حقيقي ولا غايبين تماما على الساحه؟ لا، بالنسبه لهذوك الناس غايبين تماما على الساحه بنسبه 1000%، ماشي حتى بنسبه 100%، وماشي كاملين اجمعين. انا تنهضر معاك وتنقول لك هذاك الشيء اللي كاين استاذ، لان هذوك الناس تيعطونا الوعود وتيهضروا معنا خلف الكاميرا مورا الكواليس، ولكن كما قلت لك من قبل ملي تنجيو لارض الواقع ما تنتلاقاوش هذاك الشيء. المتطلبات تاع الشباب كلها تتبان لهم غير. واش الاخ صلاح بالنسبه لدار الشباب وبالنسبه للمراكز الصحيه كي دايره لكم هنا في سويله؟ بالنسبه نتوما كشباب كي تشوفوها؟ بالنسبه حنا كشباب السي مهدي ما كذبش عليك، بالنسبه نهضر معك بعدا في المجال تاع الصحه. بعدا عندنا حنا المركز الصحي اللي عندنا في جامعه السويله اللي هو بالقرب السوق الاسبوعي شبه منعدم، ولا نقولوا شبه مغلق، لان 50% من الخدمات ديال هذاك المركز الصحي ما كايناش نهائيا. تتمشي على شي حاجه بسيطه تيقول لك تقدر تسنى من ساعتين حتى ل3 السوايع، عاد ممكن تاخذ هذاك الدواء اللي مشيتي ليه ولا تدك هذيك الجلبه. بالنسبه للجلبه تيمشيو الامهات من هنا، الدراري صغار تيمشيو تيبيو ديك الجلبه، يقدر يلقاها يقدر ما يلقاهاش. يعني بزاف ديال المعاناه تنعيشوها حنا مع هذاك المركز الصحي اللي بالضبط كاين في السويله. ونفس السيناريو اللي على هذاك المركز، على المركز الاخر اللي في منطقه ملون، حتى هو هذاك ماشي شبه منعدم، هذاك المركز شبه مغلق نهائيا، الابواب ديالو ديما مسدوده. ما المواطن هنا في هذه المنطقه بعدا مكرفص لواحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف. يعني السيد الا بغى غير يوصل لشي بلاصه خاصو ماكسيموم خاصو يعمر لارام ديال التليفون مع 4 ونص تاع الصباح باش يلاه يقدر يوصل للشانطي مع 5، يلاه يقدر يوصل للخدمه مع 6. يعني واحد الناس هنا مكرفسين بزاف السيمين. وبالنسبه للثانويات؟ الثانويات لا، هنا ما كاينينش. يعني هنا قري ولدك وجري معاه وطيح ونوض، وملي وصل الثانويه خاصك دير الافاق ولا دير المدينه ولا دير
يعني شي ثانويه اللي هي تكون في وسط مراكش، انا ما كاينينش ثانويات نهائيا. ولكن تيوفروا لهم هنا النقل المدرسي. بالنسبه لي تنشوفوا بان كاين نقل مدرسي من السويله سعاده، ولا من السويله الودايه. كيفاش هاد بالنسبه لهذاك النقل المدرسي، هو كاين نقل مدرسي ولكن ما تيحترموش معايير السلامه. يعني باش نهضروا على هذاك النقل المدرسي، النقل المدرسي السي مهدي شحال تقريبا فيه من بلاصه. هاد التلميذ هذا خاصو يمشي جالس في بلاصتو غادي، هو والتلميذ اللي معاه جالسين في بلايصهم. السائق حتى هو يحترم التلاميذ، يديهم يوصلهم ويرجع للاخرين عاوتاني. ماشي الطوموبيله ديال النقل المدرسي، ولكن حنا تنشوفوا في هذيك الطوموبيل بحال ديال السوق، تتشوف الطوموبيل تتلقى فيها فوق 60 تلميذ. انا شفتهم بعينيا التلميذ غادي وجو لاصق هكا على الجاجه. يعني فينا هما بزاف ديال الحوايج خاصين، هما كاينين الطوموبيلات، ولكن اشنا هي الفائده تاع هذيك الطوموبيل؟ الا بغيت نصيفط ولدي مزير مع ولد اخر، وبغيت نصيفط بنتي مزيره مع ولد، يعني اشنو الفائده تاع الترونسبور؟ فينا هما؟ انا بغيت نعرف هاد الناس المسؤولين على الترونسبور فينا هما، اللي بيتكلموا علينا وبيديروا هذوك الابناء هذوك التلاميذ بحال ولادهم. ماشي نشوفوا السي صلاح السويله كتعيش من ازمات العطش في بعض الدواوير. اشنا هو الراي ديالكم؟ فعلا السي مهدي، كاينين بعض الدواوير اللي تيعانيو من العطش، كاينين بعض الدواوير اللي تيحتاجوا غير الطاقه الشمسيه، كاينين بعض الدواوير اللي تيحتاج البير ديالهم غير واحد شويه ديال الغرق تعميق باش يعاود ثاني يطلع الماء. وبالنسبه للسلطه المحليه تنشكرهم من هذا المنبر هذا، لانهم هما اللي واقفين على هذا الشيء هذا. الله يجزيهم بخير. الله يجازيهم بخير وتحيه لهم كاملين. كاينين بعض الناس اللي ما نكذبش عليك، كاينين بعض الناس اللي ابار السلطه المحليه هما واقفين على هذا الشيء هذا. الناس اللي عندهم ضيعات فلاحيه وعندهم الماء تخرجوا روبينيات للناس دابا فعلا هادشي كتقصد. هادشي اللي بنقصد لك. كاينين بعض الناس اللي عندهم ضيعات فلاحيه كبيره مخرجين الروبينيات، كاين اللي داير الشاطو، وكاين يعني الناس تتعاون مع بعضياتها، والسلطه المحليه حتى هي معاونه معنا. ولكن بنا يشوفوا الناس المسؤولين يشوفوا غير في هذوك الناس اللي ما عندهمش الماء نهائيا، اللي تيمشيو لهم غير السيتيرنات عامره، بحال يحفروا لهم بير، يبنيو لهم خزان، يحفروا لهم بير. شي بير تقريبا تكون فيه واحد 200 متر، لان باش الماء يبقى ديما داير عندهم خاص يكون واحد العمق اللي غارق شويه باش يبقى الماء السمدي داير واحد شويه في البير باش ما يوقعش البير دغيا. بالنسبه لبعض الابار اللي محتاجه الترميم، يحاولوا يرموها حتى هي باش الناس ما تموتش بالعطش، ويحاولوا يبنيو خزانات. كاينين بعد الخزانات اللي محتاجين غير الطاقه الشمسيه يوفروها لهم باش الماء عاوتاني يدور، باش يكونش عاوتاني البهيمات يشربوا ميها والناس تا هما يشربوا ميها وحتى واحد ما يموت بالعطش. بالنسبه لكم نتوما كشباب، لاحظت فيكم عندكم واحد تبارك الله واحد الوعي، عارفين اش كاين، عارفين اش يدور في المنطقه ديالنا، عارفين كل شيء. فين كان صوتكم؟ الصوت ديالنا كان موجود، غير بعد الناس المسؤولين اللي كانوا مغبرين السي مهدي باش نكون ما كتتيح لكمش الفرصه اللي فين تخرجوا تهضروا تبينوا وتقولوا الاراء ديالكم وتبينوا الحقيقه الراي العام؟ لا ما تتيحش هذه الفرصه نهائيا. حتى الناس المسؤولين ما تيجيوش عندنا باش يسولونا يقول لنا اشنو واقع واشنو واقع، باش نشرحوا لهم ونوصلوا لهم الميساج ويعرفوا الفكره اشنا هي والمعيار تاع الفكره كي واقع عليه. ما كاينش نهائيا شي واحد اللي تيجي عندك وتيقول لك انت كشاب مغربي اشنو عندك هنا، ولا اشنو المشكل اللي عندك، عطينا الراي ديالك في هذه الحاجه ولا عطينا الراي ديالك في هذه الحاجه. في النظر ديالهم هما الشباب المغربي تيبقى غير كما تنقولوا حنا خضره فوق طعام. بالنسبه لسي صلاح، قبيله كنا تندويو في بدايه الحلقه ودوينا على الموضوع تاع تشغير الشباب. واحد النقطه كنتي بغيت تقولها ليا بالنسبه للناس اللي عندهم الفيرمات الكبار. قال تيبغيو يجيو هنا تيهزوا هي العنصر النسوي تيخليو الدراري. كنتي قلتها ليا قبل ما تبدا الحلقه ورجعنا ليها فعلا. شنو الموضوع السي صلاح؟ كاينين بحال هذوك الناس السي مهدي، كاينين دابا الناس اللي عندهم ضيعات فلاحيه كبيره، ضيعات فلاحيه ديال الليمون ديال الاناناس ديال الكانطالو. كاينين بعض الفلاحه كبار اللي تيصدروا على برا. يعني هذا القطاع الفلاحي عندنا هنا في هذه المنطقه يقدر يخدم واحد النسبه ديال الشباب، غادي على الاقل ينقص البطاله واحد شويه. ولكن المشكل اللي تنتلاقاو بحال دابا واحد الانسان عنده واحد الضيعه فلاحيه كبيره تيعيط للسيد قال ليه سير جيب لي الخدامه. شكون هما السيد تعيط ليه؟ شكون هو؟ واش هذاك اللي تيهزكم في لانافيت ديالو؟ السيد اللي تيهزنا في لانافيت ديالو في الترونسبور ديالو هو اللي تيجي عندنا هنا. السيد تيصيفطو تيقول ليه سير جيب لي تقريبا 20 مره وجيب لي هاد 6 الدراري على حساب الخدمه. هو اش تيدير؟ تيجي للدوار تيهز العيالات، وملي كيخرجوا عنده الدراري ولا الدوار تيقول ليه بينا نخدموا معاك، تيقول لهم اودي لا ما كايناش الخدمه، ما عنديش انا الخدمه بين دي العيالات.
وتيمشي لدوار اخر بحال مثلا دوارو هو، تيمشي تيهز منه 6 دراري اخرين تيزيدهم على العيالات ديالنا حنا وتيمشي تيخدم. هذا هو المشكل اللي واقع لينا حنا. ما كاينه تقريبا دابا فوق 20 طوموبيل اللي تدخل للدوار عندنا تدير خدام، ولكن الشباب ديال الدوار جالس تيمشيو عند الشيفورطه الطوموبيل تيقول ليه بغيت نخدم، تيقول ليه لا تنديو غير العيالات، وتيديو العيالات فعلا من هنا وتيمشيو تيديو دراري من بلاصه اخرى وشباب المنطقه تيبقاو جالسين. قول لي خويا صلاح، دابا نتوما واش باقي تثقوا في المنتخبين؟ لا ما بقاش ثقه في هذوك الناس نهائيا. شنو السبب؟ السبب هي ان الوعود اللي كتجيبها تيوعدونا بزاف ديال الحوايج وما تنتلاقاو. بالنسبه كاينين بزاف ديال المشاريع هنايا في المنطقه. نهضر لك على المنطقه، كاين مثلا السوق الاسبوعي، كاينه القرنه، كاينين بزاف ديال الحوايج. حنا ملي تنجيو حنا اللي ولاد المنطقه تنجيو نشوفوا هذاك السوق شكون اللي خدام فيه، تنتلاقاو الناس برانيين بعاد علينا ب 40 كيلومتر 35 كيلومتر، يعني ناس برانيين على المنطقه تيجيو تيخدموا تيجيو الفلوس، ولاد المنطقه تيبقاو الشومور ما خدامين ما والو. يعني المشكل فين كاين في هذوك الناس المسؤولين. وشنو كطلبوا من هاد المنتخبين؟ كنطلبوا من هاد المنتخبين انهم يديروا لنا واحد التعديل يكون جذري، هذه اول حاجه، باش يخدموا ولاد المنطقه هما الاولين، لانهم تيديروا واحد الغلط اللي هو كبير وتيزيد تيحقدوا عليهم ابناء المنطقه، تيحقدوا على هذوك الناس المنتخبين. هذه اول حاجه، لان لا يعقل ان واحد ولد المنطقه عايش هنا ومزيود هنا وكابر هنا وحال عينيه هنا ومرعرع في هذه الارض السعيده، وضارب تماره والديه وجدوده ضاربين تماره هنايا، وفي الاخير تيجي واحد اخر كما قلت لك بعيد عليك ب 30 كيلومتر من الزاويه ولا جاي من المصابيح ولا منين جاي وتيجي وتيخدم. بلاصه ما تخدم انت اللي ولد البلاد اللي خاصك تخدم باش تزيد بهذوك الناس اللي قدام هما يزيدوا بك اللي قدام، هما عندهم سبحان الله العظيم العكس وصحيح. شنو السبب اللي كيخليهم يديروا هكا مثلا؟ كما قلت لك من قبل السي مهدي، السبب الرئيسي اللي كنقول انا لان تنهضر معك ماشي كنهضر معك من فراغ، يعني تنهضر معك واحد الحرقه فعلا، واحد الحرقه اللي هي بزاف. اش بغيت نقول لك، باقي عندنا واحد العامل اللي صعيب بزاف في هذه البلاد، صعيب باش يغيروه، اللي هو باك صاحب. كما قلت لك، الا كنتي انت ولد فلان، بحال دابا الوالد عندك عنده واحد الضيعه فلاحيه وتيعرف الرئيس تاع الجماعه ولا تيعرف هذا المسؤول في منطقه السويله ولا تيعرف هذا المسؤول، تيمشي عنده تيقضي مع الغرض، حاجه طبيعيه ان ولده هو الاول غادي يخدم. انت والديك ما معروفينش، راه غادي تبقى بحال جميع الشباب الضائع تاعنا. وكتلقاو وعود بالعمل قبل في الحملات الانتخابيه حنا دابا مقبلين على استحقاقات قادمه. واش تيكونوا عندكم هنا في السويره استحقاق وعود في الاستحقاقات على حساب التشغيل؟ فعلا تيكونوا على مجال التشغيل تيكونوا عندنا وعود كثيره السي مهدي بالنسبه للتشغيل، وتيهضروا معنا على بزاف تاع الحوايج، وبان الشباب تاع المنطقه كلشي غادي يخدم، حتى واحد ما غادي يبقى مريح ما عنده ما يدار، وبزاف ديال الحوايج. ابار الخدمه تيوعدونا بزاف ديال الحوايج باننا غادي نصاوبوا الطريق، غادي نحيدوا هذه، غادي نصاوبوا هذه، غادي نديروا داكشي. حنا جايين هذه النقطه هذه السي صلاح بالنسبه للبنيه التحتيه عندكم هنا في جامعه السويله وبالضبط في الدوار اللي نتوما كتخدموا فيه. البنيه التحتيه عندنا واكله راسها بزاف السي. واخا تنشوف هنا، شفت بافي، شفت واد الحار. كاين البافي، كاين الواد الحار، ولكن الا بغيتي تعرف العيوب تاع البافي تسنى تصب الشتا وجيتي تشوف كلشي بعينك. شنو تيوقع؟ ممكن تشرح؟ تيوقعوا فيضانات بحال بالنسبه للماء تاع الواد الحار شادينو، بعض الناس تيسقيو به الفصا، تيسقيو به الزيتون. هذوك الناس الا حبسوا هذاك الماء تاع الواد الحار غير مده تاع 24 ساعه غادي يوقع الفيضان عندنا هنا في الدوار، ما غاديش تلقى منين تجوز. على ما عندكمش هنا شواش اللي تيديروا اللي تيجمعوا هذا الماء تاع واد الحار؟ عندنا واحد الحفره اللي هي كبيره اللي كتجمع هذا الماء هذه، ولكن كاينين شي ناس عاوتاني نفس المشكل تيجروا من هذيك الحفره باش تيسقيو. المهم هذا بعدا حاجه زوينه اللي تيسقيو، بعدا تيخففوا عليكم بعدا باش ما يخرج لكمش الواد الحار على برا في الطوقان. فعلا متفق معك، ولكن كاينين شي ناس اللي اش بغيت نقول لك ما تيخليوش هاد الناس هادو يخدموا بهذاك الماء تاع الواد الحار. كاينين شي ناس اللي بلا ما نذكر السميه ديالهم، بلا ما نذكر الجهات ديالهم، تيجيو. علاش بغيت نقول لك انت راه عرفتي كلشي السيمي. ايوا. وبالنسبه للملاعب القرب، عندكم شي ملاعب القرب؟ ما عندكمش؟ كانوا عندكم شي وعود هنا بان يكون عندكم ملاعب القرب؟ كانوا عندنا وعود، كانوا عندنا وعود بان غادي يكون عندنا ملاعب القرب وما غاديش يبقى الشباب تيلعب في الحمري وبزاف ديال الحوايج. ولكن ملاعب القرب اللي وعدونا بها هذوك الناس اللي خاصهم هما في الاساس هما اللي خاصهم يديروا هذوك ملاعب القرب باش يتلاقاو الشباب ديال المنطقه، يتلاقاو على الاقل فين يمارسوا الهوايه ديالهم، الرياضه، كره القدم، كره السله، يعني بزاف ديال الحوايج. هذوك الناس ما كايناش شي حاجه، هما راه تيقول لك غادي نديروا ملاعب القرب، ولكن تنتسناو حنا الشباب تاع المنطقه حتى يجي شي واحد يحط شي بروجي تاع شي ستاسيون توتال ولا شي اللي يدير لنا شي يكون الاداء فعلا يخلص بالاداء. خاصك تخلص واحد 15 درهم.
صلاح، بالنسبه للبرلمانيين كي تشوفوهم نتوما كشباب من النظره ديالكم كشباب المنطقه كي تيبانوا لكم؟ بالنسبه للسي مهدي، هاد البرلمانيين كما قلتي خاصنا نعرفوهم بعدا شكون هما عاد نشوفوهم بعدا، لان هاد الناس هادو ما كنعرفوهمش حنا اصلا، من الصغير ديالهم للكبير ديالهم ما كنعرفوش شي برلماني نهائيا. ما كتعرفوهمش بالاسماء ولا بالعمل ديالهم؟ لا ما كنعرفوهم لا بالاسماء ولا بالاعمال. هما اصلا الاعمال راه ما كاين لا اعمال لا والو، كتكون شي اعمال تتكون هي قدام الكاميرا، ما على ارض الواقع راه ما تتكون شي حاجه. ما عمر شي برلماني نزل معكم ارض الواقع يجمعكم نتوما كشباب ودوا معكم، ولا وصل ليه صوتكم هما عندهم واحد الدور محدد اللي هما تيديروا التشريع ومراقبه الحكومه. بالنسبه واش عمر جا شي واحد عندكم شي اسئله شنو تعانيو باش يكتب واحد سؤال كتابي ولا يعطي سؤال شفوي في قبل البرلمان؟ لا السي مهدي، ما عمر شي برلماني نهائيا جا عندنا ولا سولنا شي سؤال ولا سولوا على الشباب ولا شي حاجه. نهائيا ما تنشوفوش حنا شي برلماني حتى وقت الانتخابات. هذاك الساعه تيكون تيحضر بعين مكان، تيكونوا الناس ديالو هما اللي تيقول لكم تعاونوا ولا شي؟ لا تيكونوا الناس اللي تابعين ليه، ما هو ما تيكونش اصلا، تيكونوا الناس اللي تابعين ليه، ما هو ما تنشوفوا هذاك السيد حتى نهار الانتخابات بالضبط، حتى نهار تيبانوا اللوائح تاع الانتخابات النتائج تاع الانتخابات عاد تنشوفوا هذاك الانسان. وبالنسبه نتوما كشباب شنو فهاد الكلام اللي قلتي، شنو بغيتو؟ شنو مثلا؟ حنا بغينا ما كرهناش هاد الناس هادو، على الاقل هاد الناس، هاد البرلمانيين وهاد الناس المسؤولين وهاد الناس اللي يعني شادين المناصب ديالهم في هاد المنطقه هادي. ما غاديش نهضر على المغرب، تنهضر على المنطقه. ولو واحد الالتفاته بسيطه لاتجاه الشباب، غير يشدوا بيديهم واحد شويه، يشوفوا اشنو خاصهم، اشنو هما المتطلبات ديالهم، اشنو بغاو هاد الشباب الناس تيعانيو. يعني بزاف ديال الحوايج البرلماني راه عنده دور كبير في المجتمع ديالنا. يعني هذاك البرلماني الا مشى عند هذاك الشاب وسولو اشنو هما ابسط المتطلبات اللي تطلب، هذاك الانسان هذاك الشاب الفقير ما غاديش يطلب لك شي حاجه اللي هي كثيره من غير الكرامه ديالو والعمل، صافي هادشي اللي بغاو. ولكن هذا البرلماني حنا ما تنشوفوش نهائيا السي مهدي، حتى وقت الانتخابات عاد تيبان. انا اصلا تنهضر معاك دابا وبالاسم ديالي، تنهضر معاك دابا ما كنعرف حتى شي برلماني، حتى الرئيس تاع الجماعه ديالنا ما تنعرفوش شكون هو، ما تنعرفش الاسم ديالو. حنا كنتمناو السي مهدي يكون عندنا شي برلماني شاب اللي يفهم العقليه ديال الشباب ويفهم بزاف ديال الحوايج ويفهم المتطلبات ديال الشباب. يعني هذوك الناس احتراماتي لكاع البرلمانيين كاملين اللي كاينين دابا، ولكن راه كاينين فوارق في العقليه اللي هي كبيره بزاف. واحد البرلماني اللي هو عاقل على الجيل تاع السبعينات ولا ديال الثمانينات، حاجه طبيعيه ما غاديش يفهم لك شاب في 2025. حنا تنطالبوا شي برلماني اللي يكون شاب ويحس بالشباب ويفهم العقليه ديالهم ويعرفوا ما شنو بغاو، وحنا راه معاه ان شاء الله ما يكون الا الخير. السي صلاح، بالنسبه للشباب واش تقدروا تعطيهم الثقه ديالكم باش يمثلوكم في المجالس المنتخبه كجماعه، كالمجالس الاقليميه والجهويه؟ فعلا السي مهدي، الشباب نقدروا نعطيو الثقه الكامله باش يمثلنا في جميع المناصب. حنا ما كرهناش نشوفوا الشباب عندهم مناصب كبيره في الجماعه، في القياده، يعني في اي ملحقه اداريه. ما كرهناش حنا نشوفوا الشباب خدام، الشباب هو اللي مكلف بالمواطن، الشباب هو اللي تيقضي معاك الغرض، الشباب هو اللي كتوقف عليه على اي وثيقه اداريه تيقضي معاك الغرض. ما غاديش يقول لك لا ولا بزاف ديال الحوايج اللي تنشوفوهم حنا دابا في هاد الناس اللي كاينين دابا حاليا. يعني تنوقعوا معاهم بزاف ديال الحوايج بلا ما ندخل معاك في لي ديتاي السي مهدي. حنا بينا هاد الشباب ما كرهناهمش يكونوا هما في هذوك المناصب بلاصه هاد الناس، يجيو ناس اخرين اللي هي مثقفه واعيه، عندها واحد الفكر زوين، عندها واحد الادب الحوار زوين. لان كاينين بعض الناس دابا جالسين في بعض المناصب وحتى الادب ديال الحوار ما عندهم. سميتو الشباب اللي يكون قريب لكم. بغينا الشباب اللي يكون قريب لينا ويفهمنا ويفهم المتطلبات ديالنا، ونديروا يد في يد ونتعاونوا مع بعضياتنا كما تنقولوا، ندفعوا هذه الكروسه ديال الحياه ديالنا. اخ صلاح، شنو هي رساله المسؤولين المنتخبين؟ رساله المسؤولين السمجيه بينهم يهبطوا معنا الارض الواقع. هاد المسؤولين بغينا يجي عندنا هو ديريكتومون، يجي عندنا حنا كشباب، يجي يسولنا اشنو خاصنا، اشنو هما المتطلبات ديالنا. واحد القضيه اللي تنعانيو بها، تنعانيو منها بزاف بين الشعب وهاد الناس المسؤولين اللي هي الوسطاء، كما تنقولوا حنا بالدارجه المغربيه السماصريه. حنا ما بغيناش هذاك الوسيط اللي تيصيفطوا هذاك البرلماني تيجي عند الشباب، سول هذاك الشاب اشنو خاصو، يجي يقول لي
يقدر هذاك الوسيط يجي عند هذاك الشاب ويسولو ويقولوا ليه الشباب خاص ولكن ما غاديش يوصل هو الهضره كما هي كما قالوا هذوك الشباب. ويقدر يجي ويقدر ما يجيش. ويقدر يجي ويقدر ما يجيش، وهذا المشكل الاول. الطلب الثاني اللي كنطالبوا حنا ما بقيناش بغينا الناس الكبار نهائيا، بغينا عقول جديده، عقول مثقفه، عقول متفتحه على المجتمع، لاننا دابا ولينا غادي في عالم السرعه 2025 هذه، والعالم غادي في تطور وفي تقدم بزاف. يعني ما يمكنش نبقى انا معول على واحد الانسان من 84 ل 1961 وهو باقي في هذاك المنصب، هو اللي غادي يزيد بيا لقدام ولا هو اللي غادي يحقق لي المتطلبات ديالي. من ابسط الحوايج، ابسط المرافق ما عندناش حنا هنا في السويله، لان ما نمشيو كاع بعيد، غير جرداير متنفس بسيط فين يلعبوا الوليدات، فين يخرجوا الناس في العشيه، ما كاينينش نهائيا. يعني هاد المسؤولين منعدمين. ويا صراحه نشكرك معنا. شكرا بزاف نشكرك بزاف مرحبا. السعه الصدر تاعك، مرحبا وعلى جميع الحقائق اللي دليتي بها. مرحبا سيدي، وشكرا جزيلا مره اخرى. مرحبا.